أهلا بيكم في قناتكم الجديدة الخاصة بالرشاقة. هنتعلم سوا إزاي نعيش حياة صحية. تابعوني في رشاقتك مع دكتورة إنجي. النهارده هنتكلم عن مقاومة الأنسولين، المشكلة اللي عند معظم السيدات وعند معظم الناس اللي بتشتكي من السمنة. مصطلح مقاومة الأنسولين مصطلح بقى معروف جدا في عالم التغذية وكل الناس بتتكلم عنه. يا ترى أنا عندي مقاومة الأنسولين ولا لا؟ وليه كانت موجودة الأيام دي ومش موجودة زمان وبقينا بنسمع عنها كتير قوي؟ بنسبة 90% معظم الناس اللي وزنها زايد بيكون عندها مقاومة الأنسولين وأعراض مقاومة الأنسولين حتى لو التحليل ما أظهرش كده. طب يعني إيه أولا مقاومة الأنسولين؟ مقاومة الأنسولين هو العدو الخفي لكل جسم وزنه زايد. هو الجسم بيبقى في حالة مش قادر يستجيب للسكر اللي زايد في جسمنا، والأنسولين اللي بيطلعه البنكرياس ما بيبقاش عارف يكفر الأنسولين السكر اللي داخل، فبيبقى الانسولين غير مقري، يعني مش مستجيب للجسم. وده بيخلي ان سكر الدم يترفع والسكر التراكمي بعد فتره يترفع، وبيخلي الجسم في حاله تخزين دهون مستمر خاصه في منطقه البطن، وبيخلي الجسم عرضه لامراض كتير، منها السكر، منها الكوليسترول، الدهون الثلاثيه، ارتفاع الضغط، مشاكل في الكلى والكبد على المدى البعيد. طيب ايه اللي بيخلي المشكله دي تظهر، وايه اللي بيخلي الاعراض تبدا تبان عندي وعلى ابدا اقول انا عندي مقاومه انسولين ولا لا؟ اول حاجه الناس اللي بتاكل سكريات ونشويات كتير، خاصه النشويات البسيطه اللي هي الدقيق الابيض، السكر الابيض، الحلويات، البيبسي، بيخلي دايما في حاله ارتفاع لسكر الدم بشكل كبير جدا لدرجه البنكرياس ما بتقدرش تكفر السكر ده، فبيحصل على المدى البعيد مقاومه الانسولين. ان انا دايما قعدتي على المكتب، دايما قاعده على السرير، دايما قاعده واخده وضع الجلوس فتره طويله، ده بيخلي كمان السكر الدم ما يتحرقش، فالانسولين يتعب والبنكرياس تتعب بسبب قله حركتي، فالاكل اللي داخل في جسمي ما بيتحرقش اول باول. علشان كده بنقول مهم جدا 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 الرياضه مع اي نظام اكل. الحرمان الشديد او الدايت القاسي، الناس اللي بتعمل دايت من نفسها وتمنع تمنع تمنع تمنع، بيخلي العضلات تقل، فبالتالي معدل الحرق يقل، وبالتبعيه بعد فتره بتزيد من مقاومه الانسولين. فلا الاكل الكتير والنشويات والسكريات مناسبه لنا، ولا الحرمان الشديد مناسب. السهر، ودي اكبر كارثه، كل دكتور دايت تروحي له يقول لك لازم تنامي بدري، النوم مهم جدا جدا لرفع الحرق. السهر بيخلي هرمون الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو، هرمون الانسولين، في حاله عدم اتزان مع هرمون الكورتيزون، فتلاقي جسمي بيدخل من وانا مش بزود في اكلي. ليه؟ لان انا عندي اختلال وعدم اتزان في هرمونات جسمي بسبب السهر وقله النوم، وكمان بقعد بقى من شهيه ومن نقنقه، فبيخلي دايما الجسم في حاله عدم اتزان وزياده لمقاومه الانسولين. التوتر، هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر اللي بيعلى نتيجه توتري، وان انا دايما اون فاير ودايما متضايق او متعصب، بيخلي الجسم عنده استعداد لمقاومه الانسولين وتخزين الدهون خاصه في منطقه البطن. حاجه مهمه جدا برضو الناس اللي بتقارن نفسها بغيرها، ما ده برضو بيحطك في ستريس وتوتر، فتخلي دايما نقول للناس كده ركز في ورقتك، ما تركزش مع غيرك، علشان نتجنب فكره التوتر وارتفاع الكورتيزون اللي بيسبب مقاومه الانسولين. فمقاومة الأنسولين بمنتهى البساطة هو ارتفاع مستويات السكر نتيجة أكل غلط، نشويات كتير، بيبسي، حلويات، فالجسم بيفرز أنسولين كتير جدا علشان يعادل السكر الكتير اللي انت دخلته. لما الأنسولين بيرتفع بيعمل ايه؟ بيعمل صعوبة في نزول الوزن، رغم ان انا ماشي على نظام كويس، تعب وخمول بشكل كبير، شعور دايما انك انت جعان وعايز تنقنق، وخاصه ميلك للحلويات والنشويات، الكريفنج، صعوبه في ان انا اخس مهما اعمل دايت، بنزل بصعوبه، زياده كبيره جدا في دهون البطن.
طيب ازاي اساعد جسمي انه يخس وان هو يتخلص من مشكله مقاومه الانسولين؟ خد بالك انا قلت ان انا بتحصل نتيجه ان انا باكل نشويات وحلويات كتير، يبقى في المقابل لازم اكل اكل متوازن يعتمد اكتر على البروتين، على الكربوهيدرات المعقده، على الدهون الصحيه، بلاش دهون مهدرجه، بلاش زيوت مهدرجه، بلاش مقليات ومتسبك وحلويات، بلاش سكريات، بلاش دقيق ابيض، بلاش بيبسي، واعتمد في اكلي على البروتين، على السلطه، على الدهون الصحيه زي المكسرات والسمنه الطبيعي. لازم اقلل من السكريات والنشويات زي ما قلنا الدقيق الابيض والمعجنات والحاجات اللي فيها سكر كتير. النشاط الحركي اهم حاجه بنقول للناس البسيطه حاجتين: اقفل بقك وحرك رجليك، دول حاجتين سحر لمقاومه الانسولين. لازم تنام نوم كافي، وما تستهتروش خالص يا جماعه بالدكتور اللي يقول لك لازم تنام علشان تظبط هرمون الكورتيزون اللي بيرفع الحرق، وهرمون النمو اللي هو الجروس هرمون اللي بيرفع الحرق، وتقلل هرمون الكورتيزون اللي بيسبب زياده في منطقه البطن واحتباس للسوائل. فلازم ننام كويس جدا عشان نقلل التوتر، نشرب ميه كويس جدا علشان ده بيساعدني في تظبيط سكر الدم وبيقلل الشهيه عندي. اصبر واستمر، مفيش حاجه بتحصل كده. انا خنت في 10 سنين، ما ينفعش اخسهم في 10 ايام. سيب جسمك يتعامل مع مقاومة الأنسولين زي ما زودتها بالغلط بصلحها ببطء وبالراحة، علشان جسمي ده ميكانيزم كاملة مش بتتم في يوم وليلة، دي عملية معقدة جدا لازم تاخد وتدي وقتك لجسمك. السؤال الثالث: ازاي اعرف ان انا اصلا عندي نسبة مقاومة أنسولين؟ لو انت عندك عرض من الاعراض دي، واحد او اكتر من الاعراض دي، يبقى انت عندك مقاومه انسولين. اول حاجه تعمل دايت وما بتخسش، وفي مقاومه شديده في نزول الوزن، تجمع الدهون خاصه في منطقه البطن، عندنا فيزرال فات في الانبادي او الدهون الحشويه عاليه جدا، عندي رغبه شديده وكريفنج للحلويات والسكريات، عندي جوع غير مبرر، على طول جعانه وما بشبعش، وممكن اكل وعايزه بعدها حلي وحدق. عرض كمان من اعراض مقاومه الانسولين التعب واحساس ان انت على طول عايز تنام، والناس بتوصفه بالخمول، انا مش عارفه جسمي مش مرتاح، على طول حاسس ان انا مجهد مرهق، في خمول عام في جسمي. والعرض ده اللي جاي ده مهم جدا نتغاضى عنها ونروح نعمل تقشير ونعمل مش عارفه سكين كير، لكن هو في الاساس هو اشاره مرضيه لوجود مقاومه الانسولين، استمرار في منطقه الرقبه او اندر ارم. كمان ارتفاع مستوى سكر الدم، نروح بتاعنا عالي او سكر عشوائي، نلاقي السكر عالي. وعند الستات اوقات كتير بيبقى معاها لخبطه في البيريود او لخبطه في الهرمونات، تقول لك البيريود بتقعد بشهرين 3 ما بتجيش، ده علامه من علامات مقاومه الانسولين. فانت لو بيظهر عليك علامه او 2 او اكتر، انت محتاج تزور دكتورك في اقرب وقت علشان تبدا في اول خطوات علاج مقاومه الانسولين. يبقى اختصار الحوار في موضوع مقاومة الأنسولين، الموضوع مرتبط بارتفاع سكر الدم وتجمع الدهون في منطقة البطن. مهم جدا ان انا ابتدي النشاط البدني بتاعي، وتمارين المقاومة من اهم الحاجات اللي بترفع الحرق مع وجود مقاومة الأنسولين. الكارديو مشي من 10 ل 15 دقيقة، واعتمادك في الأساس على البروتين خاصة في وجبة الفطار، لأنها اللي بتظبط سكر الدم طول اليوم وبتقلل الإحساس بالجوع. النوم مهم جدا جدا لتقليل حساسيه الخلايا للانسولين وتقليل التوتر علشان نقلل هرمون الكورتيزون، وخساره من 5 ل 10% من وزنك بيحسن جدا جدا مقاومه الانسولين ويبعد عنك السكر درجات كبيره. اهتم جدا بالالياف لانها بتقلل من امتصاص السكر، زي البقوليات، زي الخضار النشوي، زي السلطه طبعا. نهتم جدا جدا بالكربوهيدرات او النشويات المعقده. الكربوهيدرات مش مجرمه، احنا محتاجين نعتمد على النشويات المعقده زي البطاطا، الرز البسمتي، التوست البني او العيش الاسمر البلدي العادي. مش لازم كل حاجه تتعمل عصير. الفاكهه، كل فاكهه مش لازم نشربها عصير. الفاكهه اليافها هتساعدنا جدا على تظبيط سكر الدم. فالسكر على هيئه حاجات سايله ليكويد، لا انا محتاجه اكل الفاكهه. اهتم ببناء عضلاتك زي ما قلنا عن طريق الرياضه والبروتين. مهم جدا تظبط فيتامين د لان بيتكرسى مع مقاومه الانسولين، وبيبقى كومبو نقص فيتامين د مع تكيسات مبايض مع مقاومه الانسولين، فلازم تظبط الثلاثه مع بعض. ونقص فيتامين د شائع جدا مع مقاومه الانسولين. الاعشاب حلوه جدا لتظبيط مستوى الانسولين، هقولها لك في الفقره الجايه.
استمراريه. مفيش مقاومه انسولين تنزل في اسبوع، هي عليت على مدار سنين، هتنزل ببطء مع تغيير اللايف ستايل بتاعنا. نيجي بقى لاربع مشروبات تديني طاقه، ترفع لي من مستوى سكر، تقلل من مستوى سكر الدم وتظبط لي مقاومه الانسولين. اول حاجه ميه الليمون بالخيار. المنقوع ده مهم جدا لترطيب الجسم، تظبيط سكر الدم، بيشبعنا فتره طويله، منعش مع الحر الفظيع اللي احنا عايشين فيه ده، بنقدر نحطه في الثلاجه واحط فيه مكعبات ثلج واخده، بيخليني اشرب كميات ميه، فبالتالي بيظبط لي حساسيه الغدد. مشبعه، فيها مضادات اكسده فبترفع الحرق، مهمه جدا للناس اللي عندها مشاكل في الامساك او مشاكل في الجهاز الهضمي. مشبعه جدا، غنيه بالالياف، فاقدر تساعدني في نضاره بشرتي وشعري مع الدايت، غير انها بتظبط الشهيه للناس اللي بتبقى عندها كريفنج شويه حلو وشويه حادق. الكركم خطير، انتي اوكسيدنت، يرفع المناعه، بيقلل الانفلاميشن اللي هو الالتهابات في الجسم. الناس اللي بتشتكي من عظمها بيوجعها كتير، مشروب الكركم خطير ليها، زي ما قلنا بيرفع المناعه، واقدر ادخله في وصفات الاكل او اعمله اي مشروبات بحبها. ماء الالكترولايت الطبيعي حلو جدا للناس اللي ضغطها بيوطى مع الدايت. ميه عليها حبه ملح هيمالايا واحط عليها ليمون، في ناس بتحط عليها جوز هند مبشور، بتدي تيست حلو جدا، بتحفظ لي جسمي ان انا ما هبطش مع الدايت. حلو جدا للترطيب في الصيف الشنيع اللي احنا عايشين فيه، مليان معادن، بيحفظ الجسم من الهبوط والضغط الواطي. الناس اللي بتعرق كتير قوي في الشتاء، سوري في الصيف او مع الجيم، فبيعوضني من نقص السوائل. اهم حاجه بعد كل ده ان احنا نقول النظام الغذائي، تغيير نمط الحياه، مش بس مشروبات الدايت. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سيبوا لنا اي سؤال، سيبوا لنا اي كومنت بسؤالكم ونرد عليه الفيديو الجاي. شكرا لحضراتكم، اشوفكم دايما باحسن حال. أهلا بيكم في قناتكم الجديدة الخاصة بالرشاقة. هنتعلم سوا إزاي نعيش حياة صحية. تابعوني في رشاقتك مع دكتورة إنجي.